مشاهدينا مساء الخير، اهلا بيكم معانا في حلقه جديده ويلا نغني. الحقيقه احنا دايما في يلا نغني بنحاول نستضيف كورال الفرق المختلفه، سواء كانت من الجامعات او كمان من مراكز الشباب، وده ايمانا منا بدور الاعلام في ابراز دور الشباب وكمان تنميه موهبتهم والوقوف وراهم، وكمان ابراز دور الدوله ممثله في وزاره الشباب والرياضه او وزاره الثقافه في انها تدعم هؤلاء الشباب. النهارده بقى عندنا من اسكندريه كورال مركز شباب الحرمين من اسكندريه، ومعانا كمان نبتدي بقى من اليمين للشمال، معانا الاستاذ محمد مسعود المدير التنفيذي للاداره العامه للشباب بالاسكندريه. اهلا بحضرتك يا فندم. معانا كمان الاستاذ نادر نوفل رئيس مجلس اداره مركز شباب الحرمين. اهلا بحضرتك يا فندم. طبعا المايسترو الفنان العظيم الاستاذ عمرو الحسيني. ازي حضرتك يا فندم؟ طبعا منورنا على شاشه المصريه. برحب بالكورال، برحب بالفرقه الموسيقيه. و ايه رايكم بقى قبل ما نبتدي مشاهدينا كده، وقبل ما نقول اي حاجه ونعرف عن مركز الشباب، نغني غنوه باذن الله. تحت امركم. يلا يا ماستر. ربنا يخليك. يلا. طبعا ما شاء الله، الله اكبر عليهم. ونبتدي باستاذ محمد، بس استاذ نادر، على اساس ان احنا نعرف عن الكورال الاول، وبعد كده نعرف دور الدوله انها تدعمه. فاتفضل قول لي الكورال من امتى انشئ؟ في البدايه انا سعيد جدا ان اكون على الفضائيه المصريه مع حضرتك استاذه داليا، واحب اسجل شكري لمعالي الوزير الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه، والدكتوره صفاء وكيل وزاره الشباب والرياضه في اسكندريه على دعمها الكبير. لولا الناس دي ان احنا ما كناش هنبقى موجودين هنا، وان دعم الدوله فعلا للشباب. الحاجه الثانيه، كورال احنا بقالنا بالظبط حوالي يعني داخلين السنه الثانيه بدعم كبير من شباب الرياضه ومجلس الاداره ومن زمايلي كلهم. الحمد لله احنا دخلنا في مسابقه ابداع السنه اللي فاتت وحققنا فيها كويس جدا، والسنه دي زي ما حضرتك شايفه كده المجموعه حاجه تشرف. ان شاء الله بنطمح ان احنا نبقى احسن واحسن بوجود معالي الوزير والدعم الموجود. وبشكر فرصه اشكر فيها المايسترو عمرو الحسيني وفريق العمل المحترم ده على المجهود اللي اتعمل، مجهود كبير من فتره كبيره. وبنشكر سيادتك، وان شاء الله هننبسط كلنا. هتسمع حضرتك يعني اصوات جميله جدا، واكيد هنعرف عنهم اكتر. بس نعرف بقى من الاستاذ محمد دور الدوله. يعني حضرتك طبعا كالاداره العامه للشباب، فعايزين نعرف الدور اللي بتعمله مع المركز في انها تدعم الشباب دول، ازاي طلعتوهم كده في سنه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بشكر حضرتك وبشكر فرقه الكورال على المجهود اللي هم عاملينه النهارده. احنا في البدايه احنا من سنه في مديريه الشباب والرياضه اطلقنا شعار للشغل بتاعنا، هو فكر واراده وطموح. كان المضمون بتاع الشعار ده ان احنا نوصل لجميع
فئات الشباب اللي موجوده في اسكندريه كلها، ومستهدفين المناطق الاكثر احتياجا للخدمات الشبابيه. تمام. وكان الهدف ان احنا نطور في البرامج بتاعتنا ونطور في القاعده اللي احنا بنخدمها. فكان من سنه احنا عندنا 3 شعب كلهم في اسكندريه. تمام. 3 شعب فقط في اسكندريه، بتكثيف المجهود الدكتوره صفاء الشريف وكيله الوزاره احنا وصلنا ل 16 مجموعه عمل. تمام. 16 مجموعه زي اللي حضرتك شايفاهم كده، ما بين كورال، ما بين فنون شعبيه، ما بين فنون تشكيليه، ما بين شعبة مصر، يعني فن عامه. تمام. بنستهدف على نهايه السنه دي ان احنا نوصل ل 30 مجموعه. تمام. في جميع المجالات كده، ويغطوا اكبر عدد من مراكز الشباب اللي موجوده في اسكندريه ان شاء الله. طبعا باذن الله احنا هنتكلم اكتر، بس المايسترو يسمعنا حاجه ونرجع نسالك سؤال فني بقى. جميل ما شاء الله. والسؤال بقى ليك يا مايسترو، انا شايفه اعمار مختلفه، ويعني من الصغير للكبير قوي. ازاي بتقدر ان انت اكيد كل واحد ليه باك جراوند مختلف، وكل واحد متعلم من فتره مختلفه، فازاي بتقدر انك تخليهم كلهم يمشوا على نفس الوتيره ويبقى ليهم نفس المستوى الموسيقي المظبوط؟ والله هو عشان نعمل السيمتريه ديت الموجوده والتوليفه الجميله بين فريق الكورال، لازم يكون في استمراريه في البروفات.
ايام عمل البروفات بنعمل بروفات لازم يكون الكل مواظب عليها، حاضر البروفات بتاعته من اول البروفه مفيش تاخير، بيمشي اخر البروفه ما تنتهي، ما فيش استئذانات كتير. في بعض القواعد اللي انا عاملها للفريق عشان يبقى فريق كورال. اول ما بيجي لي عضو بقول له بص انت عشان احنا فريق كورال موسيقى عربيه، احنا اللي بنحافظ على تراث بلدنا وعلى الاصاله والشرقيه الاصيله بتاعتنا، فعلشان الحاجات دي متطلبه يعني حاجات معينه. التطلبات يعني الحاجات اللي بتتطلبها الحاجات ديت ايه هي؟ ان اول حاجه الالتزام التام، تاني حاجه ان هو يكون انا بختاره سلوكيا وادبيا واخلاقيا عشان يبقى الفريق ده واحد مش في الغنى بس، اخلاقيات، مبادئ، بحط مبادئ واسس وقواعد وحاجات يعني قواعد تتبنى عليها الفريق ده. احنا نسمع غنى ونرجع على استاذ نادر بقى. نرجع للاستاذ نادر، ويمكن اهو احنا بنقول يعني او كنا زمان بنقول انه جات لنا فتره كده قعدنا نقول ان المدارس يا رب المدارس يرجع فيها تاني الانشطه بشكل كويس زي زمان خالص ايام امهاتنا وابهاتنا، والمراكز الشباب كان جالها فتره برضو مهمله بشكل كبير جدا. فعايزه اعرف بقى دور مركز الشباب في انه يدعم الفرقه دي من البدايه، يعني من وانتوا بتختاروهم تم الاختيار ازاي؟ كان عن طريق مسابقه ولا كان طريق ايه؟ احنا طبعا كورال في دعم كبير جدا معاه، مخصصين له مكان في استيعاب لاولاء المنطقه كلها. بنحاول على قد ما نقدر ان احنا مكسبنا مش ان احنا ندخل قد ايه فلوس، ان احنا نحتوي قد ايه شباب ونحقق فيه انجازات. تمام. نسمع حاجه يا مايسترو.
بس ليلة من الهنا دبت غيرة وحيرة مرة وليلي أطول من سنة قال لي مالك قلت بحلم بس ليلة من الهنا بالفرح يداويني بعيونه يغطيني وبخاطره هيجيني من الشوق يهنيني من الصبر من الصبر من الصبر في علاقه بين اولياء الامور وبين المايسترو، وفي نفس الوقت بين مركز الشباب، يعني مثلا ان هم يسمحوا لكم ان انتوا تسافروا اماكن زي ما انتوا جايين من اسكندريه للقاهره كده. قول لي تفهم اولياء الامور عامل ازاي؟ هو احنا وصلنا لمرحله طبعا اولياء الامور بيعتبروا مركز شباب الحرمين ده بيتهم التاني، فالنهارده هو بيطمن على النشأ بتاعه، حاسس ان هو ده بيته التاني، مع ناس كويسه، مع مايسترو كويس، مع يعني لو في رعايه. مثلا اي شكوى من مايسترو، مش هقول يعني، او من العكس، قول لي بيحصل ازاي؟ لا هو ان شاء الله بتتفهموا ولا ما فيش بتتفهموا؟ اي شكوى خالص، ان احنا فريق عمل، بنتعامل كلنا ان احنا فريق عمل، سواء المايسترو او الاداره كلها، فده الناتج ان تلاقي فيه ألفة جميله جدا يعني. وبرضه انا عايز يعني انوه لحته، في اولياء امور منهم معانا في فريق نسائي في كرة الطايرة. فاللي هم يبقوا هم بيغنوا واحنا بنلعب رياضة يعني بقى او ده نتاج الأسرة اللي موجودة كلها، سواء كلها بتمارس حياتها جوه المركز في مختلف الأنشطة. طيب احنا عندنا حاجة كده اسمها الأسرة المصرية. مشروع الأسرة المصرية ده في متبنيا وفي مديرية الشباب والرياضة في اسكندرية، ان احنا كل افراد الأسرة مركز الشباب بيغطي جميع احتياجاتهم من اول الطليع لغاية يمكن الجد. تمام، يعني معنى صح ان احنا فاتحين نشاط للطلايع، فاتحين نشاط للشباب، للام زي ما هو بيقول كده، لكبار السن. تمام، كل حاجه. لحضرتك برضه عايز اضيف حاجه، ان الاولياء الامور في ثقه في مركز الشباب الحرمين. لو مركز الشباب الحرمين مش بيقدم خدمه متميزه وعلى جوده عاليه، ما كانوش هيثقوا فيهم كده. نسمع بقى حاجه يا مايسترو. يا ملتقى الصحبة يا لالي، يا وردة في الصحبة يا لالي، منورين في القعدة تملي، منورين في القعدة تملي، يا صحبة جية يا لالي، عايزين شوية يا لالي، حاجة من اللي هي يا لالي، حبت اهت على عين على ليلي، يهجرني قال ويقول معلش، يهجرني قال ويقول معلش، اوري للناس ازاي وشي، اوري للناس ازاي وشي، يهجرني قال ويقول معلش، يهجرني قال ويقول معلش، طب اوري للناس ازاي وشي، هي القاسية شوية عليا، هي القاسية شوية عليا، يا صحبة جية عايزين شوية حاجة من اللي هي حبت اهت على عين على ليلي، الحلو قال جايلي ولا جاشي، بقيت اكلم روحي وانا ماشي، الحلو قال جايلي ولا جاشي، بقيت اكلم روحي وانا ماشي، هي القاسية شوية عليا، هي القاسية شوية عليا، يا صحبة جية عايزين شوية
هي حاجة من اللي هي حبيت اهط على عين على ليلي انا وحبيبي رايحين في سكيبة يتعلموا منا الحبيبة انا وحبيبي رايحين في سكيبة يتعلموا منا الحبيبة كدنا العوازل جاتها رزية كدنا العوازل جاتها رزية يا صحبة جية عايزين شوية حاجة من اللي هي حبيت اهط على عين على ليلي على طارة ليلي. ما شاء الله تعرفني عليه. ربنا يخليك يا رب. هو ابني يبقى امير عمرو. ده ابنك بجد يعني إيه، مش ابنك فنيا؟ ابني أيوة. عنده كام سنة؟ يا دوب هو يعني اصغر مني سنتين. بالظبط يا دوبك بصراحة. عاوز اقول السن عشان ما مش دعوة. يعني بتاع 16 17 يعني. يعني ماشي. طيب طبعا ده بقى من بيت فني بقى من الاصل أيوة. وشغلانه فالموضوع كان سهل. سهل جدا. وهو يعني ايه يعني بيحب جدا كمان مركز شباب الحرمين لان كمان بيروح يلعب بعض الالعاب الاخرى زي كرة القدم. عندهم ملعب خطير جدا جدا، ملعب جميل جدا جدا لكرة القدم. وعلى فكرة فريق كشافة عظيم عندهم واخد المركز الاول طلائع كشافة على مستوى الجمهورية. ما شاء الله. فاحنا بنسعد جدا بالموضوع ده وبنفرح بزمايلنا جدا وبنروح نعمل لهم الحفلات بتاعتهم ان هم طبعا بنشجع بعض. كل فرقه بتشجع الثانيه في روح محبه كده واخاء بيننا احنا ك جوه الفريق. مثلا الكورال مع فريق الكشافه مع فريق الكوره مع فريق يعني كل واللي عامل المحبه دي بيننا مجلس الاداره الجميل بتاعنا. طب نسمع حاجه مايسترو، هنسمع نتعرف بقى بعد الاغنيه، تعمل لنا مفاجاه.
بجد اسم الله عليها، يعني قولي بقى اسمها وعندها كام سنه. هالة عبد المنعم، دي هالة دي من الاصوات الجميله جدا، ما شاء الله بصراحه. وعلى فكره عاوز اقول لحضرتك هي احساسها رهيب. طب نسمع حاجه مايسترو.
ساحب رمشه ورد الباب كحل هداب، نسيت اعمل لقلبي حجاب وقلبي داب داب داب. رموشه تميل على خده جناح رفرف على ورده، رموشه تميل على خده جناح رفرف على ورده، ولو طلب القمر وده امل كداب امل كداب، نسيت اعمل لقلبي حجاب وقلبي قلبي داب، سحب رمشه ورد الباب. سحب رمشه ورد الباب كحل هداب، نسيت اعمل لقلبي حجاب وقلبي داب داب داب. المسابقات يا جماعه، يعني عايزه اعرف المسابقات اللي بيتقدم ليها مثلا الكورال بتبقى على مستوى ايه وايه وايه؟ محافظات يعني بيبقى. بص حضرتك، هو احنا هكلم حضرتك على مستوى المحافظه ثم هكلمك على مستوى الجمهوريه. في المحافظه عندنا احنا عاملين حاجه اسمها صوت الابداع. دي مسابقه داخليه في نطاق مديريه الشباب والرياضه، نفذناها السنه اللي فاتت. صوت الابداع 1 دي تقدم حوالي 350 ما بين طلايع وشباب. ابتدوا يصفوا في مراحل متفاوته من المسابقه لغايه ما خرجنا بمجموعه متميزه او الاصوات المتميزه. خدنا منهم الاصوات دي ووزعناهم على مراكز التدريب التابعه لينا، كل واحد الاقرب سكن ليه سكن بالظبط كده. وده كان الناتج بتاع 16 فريق. اسمع حاجه مايسترو. والله اي والله وحشونا الحبايب وعيون الحبايب والله اي والله وحشونا الحبايب والله عيون الحبايب والله. اي والله اي والله اي والله يا خال، دوبنا من الصبر حبال من الصبر حبال. اي والله اي والله اي والله يا خال، دوبنا من الصبر حبال من الصبر حبال. وقاسينا في البعد ليالي أطول من نوم العسال، وقاسينا في البعد ليالي أطول من نوم العسال. أي والله أي والله وحشونا الحبايب وعيون الحبايب والله. دعوتي في الفجر يا أما تسلمي لي في كل ضمة، دعوتي في الفجر يا أما تسلمي لي في كل
حبت، تسلم الايد اللي ربت، تسلم العين اللي حبت، تسلم الايد اللي ربت، تسلم الايد اللي ربت، يسلم القلب اللي سمى. من آلامك كنت أنا وكانت سعادتي، وابتسامك كان شفايا وكان إرادتي. من آلامك كنت أنا وكانت سعادتي، وابتسامك كان شفايا وكان إرادتي. وبعلامك ابتدى خطي الحياة جوايا شبت، تسلم العين اللي حبت، الحياة جوايا شبت، تسلم العين اللي حبت، تسلم الايد اللي ربت، يسلم القلب اللي سمى. بجد الوقت فات معاكم بسرعة جدا جدا، بس أكيد هنعمل حلقة تانية لأنه العدد كبير، وأتمنى أن أنا طبعا أكمل معاهم، فأكيد هنستضيفهم في حلقة تانية. بشكر الأستاذ محمد مسعود المدير التنفيذي للإدارة العامة للشباب بالإسكندرية، بشكرك يا فندم. بشكر الأستاذ نادر نوفل رئيس مجلس إدارة مركز شباب الحرمين، بشكرك يا فندم. بشكر طبعا مايسترو عمرو الحسيني، بشكر الفرقة الموسيقية، وبشكر الكورال. بشكركم مشاهدينا لحسن متابعتكم لينا، بس إيه رأيكم إن احنا نختم بحاجة جماعية بقى للكورال؟